بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. نلاحظ في هذه الأيام أن نسبة كبيرة من ارتفاع معدل الجرائم، وخصوصا بين فئة الشباب، مما جعل اليوم المواطنين يقاسون هذا التدهور، ويجعل رجال الدرك الملكي الشرفاء يكرسون وقتهم من أجل حفاظ الناس أمنهم، ويسهرون على راحتهم من أجل توفير لهم أسباب الراحة والإطمئنان بأفضل ما يمكن من النزاهة. ولا يمكن لأحدنا اليوم أن يبخس قيمة التضحية التي يقدرها رجال الدرك الملكي، وأن لا يضعها بلا قيد ولا شرط في عداد الديماغوجية. وعلى سبيل المثال، الدركي الذي ذهب إلى مستوصف في قلعة سرغنة من أجل تلقيح ابنه، وأصبح بين التيارات النقابيين الطبية، وهذا مرفوض بتاتا.